ازيكم يا جدعان عاملين ايه؟ لينا فترة ما نزلناش فيديوهات هنا على القناة. اكيد اتوحشتونا، يعني احنا اتوحشناكم برضه. احنا النهاردة رايحين الشاطئ ده. يعني انا بسميه ميامي الغلابة. هسيب لكم شكله يعني عامل ازاي دلوقتي هتشوفوه. واحنا رايحين عليه دلوقتي. اتمنى يعني ان الفيديو ده لو نزل ان شاء الله فاكيد كانت رحلة كويسة، وكمان ان احنا انبسطنا والمكان كان من غير دفع فلوس. فتابعوا معانا، اعمل لايك على الفيديو لو المحتوى عجبك وان احنا نروح نجرب ونشوف اماكن جديدة. تابعوا معانا كمان، خلاص الشتاء داخل، وكمان يعني احنا ايوه في 8 بس احنا عندنا، بص انا لابس دلوقتي نص، الدنيا هنا ساعة شوية والتلج لما ينزل ونعمل سنومان والكلام ده كله. فلو المحتوى عجبكم يا ريت تدعمونا بلايك واشتركوا في القناة، واستنونا في الفيديو ده هنكمله مع بعض ونشوف الدنيا هيجرى فيها ايه. تابعوا معانا. احنا وصلنا هنا الشط اللي احنا كنا رايحينه، اللي انا بسميه ميامي الغلابة. ليه مسميه ميامي الغلابة؟ انا هوريلكم يعني في خلال الفيديو ليه مسميه ميامي الغلابة. فهو اصلا اسمه بردسكوي كوسي. ده اسم المكان بالروسي، اللي هو في مدينة اسمها بردسك. والمكان هنا جميل ونظيف. ليه نظيف؟ لان هنا مكان بعيد شوية ومش ناس كتير اللي بتجيه، عشان خاطر كده تحس ان هو ايه نضيف، والشط يعني ايه الرملة نضيفة، ما فيش بقى اللي هي بواقي اكل كتير الناس مثلا ممكن تكون سايباه. مع ان هنا الناس يعني معظمهم بيحطوا بواقي الاكل بتاعتهم في الزبالة وكده، ولكن طبعا بيكون في ناس كتير، اكيد في اكياس بتطير وحاجات بتطير. لكن هنا بصراحة المكان جميل، يعني شايف ده كله البحر ورايا، تمام، وهنا ده المكان التاني اللي احنا المفروض احنا ساكنين هناك، يعني نعدي ده كله تاني ونخش شمال في يمين والكلام ده كله يعني. بس هنا لما جينا بقى لازم بقى ايه اخر مكان تنزل فيه بالعربية، بعد كده تمشي يعني بتاع ربع ساعة عشان توصل للمكان ده. وهنا المميز برضو ان في اماكن انت بتقدر ان انت تقعد فيها، بتلاقيها محطوطة كده، هو دي مش بتاعت حد، طالما هي فاضية انت تقدر تقعد فيها. انا هلف لكم الكاميرا دلوقتي اوريك الكلام كله انا بتكلم فيه. يعني هنا مثلا احنا لما جينا لقينا ان الترابيزة دي لقيناها موجودة كده فاضية زي ما هي كده، تمام، ومفيش اي حاجة. يعني شايف هنا كل ده فاضي، في ناس موجودة اوريها لكم بس ايه يعني مش ناس كتير. هنا بص ادي الحاجات اللي احنا اشتريناها، الاكل اللي جبناه معانا عشان خاطر نقعد، وعربية ابننا، وهنا مقاعد. هنا برضو في زي حاجة اللي هو بتشوي فيها لو انت عندك اكل عايز تشويه، ودي محطوطة اي حد يقدر يجي يشوي فيها، هي محطوطة كده. كمان عندك هنا لو انت عايز تولع نار، يعني لو في ناس بتيجي تقعد بالليل تسهر الكلام ده كله. بس هنا مش عارف ليه هم عاملين زي حبال غسيل كده، لو انتوا شايفينها انا مش فاهم ليه اهي. يعني ده حبل كده غسيل، انا مش عارف ده بتاع ايه بس ماشي يعني ما علينا. كمان هنا بتلاقي في كل يعني شوية تتمشاهم بتلاقي في كده في زي ايه زي حمام كده عمومي. هو بيتقفل طبعا، الباب مفتوح مش هنقرب منه، لكن حبيت اوضح لكم بيكون في زي حمام عمومي هنا. ودي طبعا تقريبا مقلب زبالة، عشان خاطر كل فترة بتيجي مثلا عربيات زبالة تلمه. وهنا في بقى ايه لو يعني عملنا كده شوية لقدام اتمشينا، كنت عايز اعمل لكم زوم، هنلاقي ان في ناس واقفة هناك، وفي ناس بتجيب السنارة بتاعتها علشان خاطر ان هي تصطاد بقى سمك وكده. بس فهنا الناس مش كتير، يعني تقدر تيجي براحتك. يعني لو انت عايش هنا طبعا، او عايش في نوفو سيبرسك مثلا زينا وحابب تيجي شط ما يكونش فيه ناس كتير. بس ادي هنا بيكون في شجر لسه مسميه ميام الغلابة، لان تحس كده زي شاطئ ميام اللي بنقعد نشوفها في الفيديوهات وكده، المية والشاطئ بتاعك، وعندك بقى الاشجار الجميلة دي. هنا طبعا احنا خلاص يعني داخلين على الغروب، منظر الشمس جميل جدا، يعني حاجة متميزة وجميلة. هنا بتلاقي في حد هنا واقف، ناس واقفة.
هنا يعني المدينة نفسها تقريبا يعني كده، والمباني اللي هناك والشجر وحاجات جميلة يعني. ففي أماكن هنا تتراح، في أماكن هنا تتزار. هنتمشى على الشاطئ شوية نشوف الدنيا فيها ايه، الواحد بس مش عايز يبعد عن العيال يعني. بس خلينا نوريكم الدنيا هنا فيها ايه، وانا كمان اشوف يعني في ايه هنا، انا مش عارف موجود ايه هناك يعني. فالمعيشة حلوة يعني مش وحشة، بس يعني الوقت اللي مش بيسعف الواحد يعني، من الشغل والدراسة والعيال يعني كده يعني. بس فاهو احنا بنتمشى، كل المكان اهو شجر، مكان جميل. انا الزاوية دي لسه لا اروحها، وفي ناس بتصطاد هناك سمك، يا رب يكونوا بيصطادوا سمك وفي سمك. شوف يعني مش عايزين نقرب منهم قوي يعني عشان محدش يتضايق وكده، بس خلينا نشوف يعني الدنيا فيها ايه. ده مكان صيادين السمك هنا، خلينا نشوف مع بعض. الراجل بيجهز سنارته، والتاني واقف في نص المية عشان يصطاد سمك. وبيكون في يعني زي قوارب ويختات كده بتعدي من هنا. هو في بعض الاوقات كنا بنشوف في قوارب واقفة هناك، بس مش عارف ممكن تشوفوها ولا لا، يعني بعيدة شوية. خلينا نعمل زوم في يعني هناك كده قوارب موجودة هناك. هنا برضو يعني برضو شجر يعني. الراجل واقف في نص المية بيصطاد سمك، يمكن عشان ياكل بيهم بقى، ولا عشان خاطر يبيعهم، الله اعلم يعني، الله يوسع عليه. هنا ده المكان، شجر شجر. ادي هنا لو عايزين تشوفوا مثلا الناس اللي هي في القوارب اللي موجودة. دي كلها قوارب، مش عارف هتشوفوها ولا لأ. كل ده قوارب، كل دي قوارب. وهناك في زي كده اللي هو ايه، باخرة كده كبيرة، الناس بتركب فيها بتتحرك من مكان لمكان. صراحة مكان جميل يعني، مكان جميل. واحنا جيناه مرة، اتوقع مش هنيجي تاني عشان خاطر بعيد، ولكن يعني ممكن كده لو زهقنا خالص وعايزين نروح مكان جديد وبعيد عننا شوية، بربع ساعة يعني، ده البعيد يعني، ممكن ان احنا ايه، ان احنا نيجي. فحبينا نستعرض معاكم مكان من الاماكن الجميلة الموجودة هنا على الشط. وكمان حاجة جديدة جميلة يعني. لو انتوا بتحبوا الفيديوهات اللي من النوعية دي، ممكن ان احنا كل يعني فترة كده
نصور حاجة. طبعا احنا مش عايزين نصور وخلاص اي حاجة، نحاول نصور الحاجة اللي هي تستاهل يعني. وكمان عشان الواحد يعني ايه لسه ما اتعودش على نوعية الفيديوهات دي، فبيبقى مش عارف يقول ايه في الفيديو والكلام ده. ولكن يعني اهو بنحاول يعني بنحاول. برضه اوريكم ميه عشان ميه نظيفه، برضه ميه نظيفه خالص جميله. وده ان ده اللي يدل على شيء واحد، يعني هي الميه نظيفه يعني مفيش ناس. كمان الميه هنا ساقعه مش دافيه، فده انتوا فاهمين يعني الميه لما بتبقى ساقعه بتبقى ساقعه ليه، ولما بتبقى دافيه بتبقى دافيه ليه. فهنا الميه الحمد لله ان هي ساقعه. بتقولي يا بري الحمد لله ان هي ساعة، اقول لك ايوه انت لو فهمنا هتقول الحمد لله ان هي ساعة. بس كده ده الفيديو بتاعنا. اتمنى تكونوا انبسطتوا معايا مش معانا، لاني انا بس اللي طلعت في الفيديو النهارده. مريانة شاركت ببعض اللقطات السينماتيكية اللي صورتها. بس يا ريت تعمل لايك وسبسكرايب وتظبط الدنيا، ونشوفكم في فيديو جديد. سلام.